أثارت تصريحات الرياض وتأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله رفضه أي خطة سلام لا تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين حفيظة الإعلام الإسرائيلي الذي رأى فيها إنهاء لصفقة القرن. وقالت صحيفة معارف العبرية أن المملكة العربية السعودية قضت على الأمل في صفقة القرن الأمريكية بعد توجيهها رسالة قاسية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أمس الثلاثاء أن الرسالة التي بعثت بها السعودية حول رفضها لصفقة القرن التي لا تعالج ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين أحبطت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقضت سريريا على الصفقة الأمريكية. وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية ليس الوحيدين اللذين رفضا صفقة القرن، وإنما انضمت إليهم المملكة العربية السعودية التي اغتالت آمال الرئيس ترامب الذي اعتقد أن الرياض حليفة واشنطن. كتب المحلل السياسي للصحيفة على موقعها الإلكتروني شلومو شامير أن هذه الرسالة السعودية تعني نهاية صفقة القرن، وإن لم تكن إعلانا رسميا لكنها على ما يبدو تمضي في هذا الطريق. وأكدت مصادر دبلوماسية أن العائلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز هو من يتخذ القرارات في البلاد حول قضية الشرق الأوسط، وقدم ضمانات خاصة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. يأتي ذلك مع تأكيد وسائل الإعلام أن السعودية وبلدان عربية رئيسية أخرى أكدت للولايات المتحدة رفضها قبول أي خطة سلام للنزاع الشرق أوسطي لا تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.